ومما يذكر في هذا المقام وفيه طرفة ما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق عن النضر الهلالي قال: سمعت أبي يقول: كنت في مجلس سفيان بن عيينة فنظر إلى صبي قد دخل المجلس، وكان أهل المجلس يتهاونون بصغر سنه، فقال سفيان: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ثم قال لي سفيان: يا نضر، لو رأيتني ولي 10 سنين وطولي 5 أشبار ووجهي كالدينار وأنا كشعلة نار وثيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار مثل الزهري وعمرو بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، ومحبرتي كالجوزة ومقلمتي كالموزة وقلمي كاللوزة، فإذا دخلت المجلس قال الناس: أوسعوا للشيخ الصغير، أوسعوا للشيخ الصغير. ثم تبسم ابن عيينة يحكي حاله وهو صبي صغير، حتى إن الثياب ما كانت تكفيه وكانت كبيرة عليه، لكن يشبه بفعله هذا ما رآه من كبار السن، يحمل معه المقلمة ويحمل معه القلم ويحمل ما يدون به الفوائد وعلم الحديث وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لم يكن يفهم من ذلك شيئا لكن يدون، فلعله إذا كبر استفاد من ذلك المجلس. منه يستحب للإنسان كما كان يفعل السلف أن يصحب الأب ابنه إلى مجالس العلم ومجالس الذكر، ولا سيما مجالس العلماء، حتى ولو كان الصبي الصغير لا يستوعب كل ما يقال، إلا أنه يتربى على حضور هذه المجالس وينال بركتها كذلك. فمن المؤسف جدا أن نجد بعض الناس يحرص هو على مجالس الذكر لكن لا يصحب أولاده معه، هذا من المؤسف جدا. ولو لم يكن من بركة هذه المجالس إلا أن يتربى الطفل الصغير على هذه البركة، بركة المجالس، لكفى. وأنا أذكر يوما جاء بعض من يقومون على مدرسة قرآنية إلى شيخنا حفظه الله، فاستشاروه في أمر وقالوا له: يا شيخ، ندرس الأطفال الصغار القرآن، فإذا جاء فصل الصيف أخذناهم للنزهة وإلى اللعب وأخذناهم إلى البحر، فما تنصحنا؟ قال الشيخ: أنصحكم بأفضل من ذلك، أن تأخذوهم إلى مجالس المشايخ وإلى حضور حلقات الذكر في المساجد. قال: فإذا أردتم أن تكافئوهم اجمعوهم جميعا وقولوا لهم: في اليوم الفلاني سنذهب إلى العاصمة ونحضر مجلس الشيخ الفلاني ونحضر مجلس الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. قال: فيتربى الصغار على حلقات العلم ويتربون على حضور مجالس الذكر، ويصير هذا كالمكافأة لهم. ثم مازحهم الشيخ قائلا: جيبهم عندي، مازحهم حتى ضحكوا. وإنما مقصوده الشيخ حفظه الله، مقصوده أن الطفل الصغير يتربى على حضور مجالس الذكر منذ صغره، فتصير هذه المجالس تجري في دمه وعروقه فلا يتركها حتى ولو كبر. وهذا من عناية السلف بالعلم وأن يوصلوه إلى أولادهم.